شباب، سلام عليكم. مواصلة في سلسلة حلقات تطوير الويب أو تطوير تطبيقات الويب اللي كان بديناها، والليلة إن شاء الله هكون معكم في الحلقة الخامسة. الحلقة الثالثة كان أخذنا فيها الهيدنجز واتعرفنا عليها بشكل مفصل الحلقة، وأخذنا برضو مصادر للاستزادة. الحلقة الرابعة وكان أخذنا فيها اللي هو الباراجرافز وطريقة التعامل معها وكتابتها وكده. بعد ذاك الليلة في الحلقة الخامسة خلينا ندخل لحاجة مهمة شديد وهو الستايلز. تمام. بالرغم انه ستايلز يعني معناها تنسيق يعني شنو؟ يعني مثلا انت الليله البيت بتاعك جاي جوا كده، فانت عايز تعمل له ستاير، عايز تعمل له اللي هو الوان زاهيه كده يجذب الناس اللي بيجوا عشان يمتعهم. فده خلينا بنسميها انها شنو؟ ستايلز. تمام، او تنسيقات. فبالرغم انها هي خاصه اصلا بالسي اس اس، انا بس عايز ادخلك في جو السي اس اس شويه كده على بال تسلع. وحاليا ما هديك كل حاجه فيه، وبس هتاخد منها اربع حاجات اساسيه، اللي هو الباك جراوند كلر. تمام، اللون بتاعت الخلفيه حق الحاجه ذاتها. بعد ذاك الكلر اللون حقه هو. تمام. بعد ذاك الفونت سايز والموقع بتاعت العنصر ده اللي هو انا بسميه التكست الاين. هنمر على البروبرتيز ديل. البروبرتيز يعني معناها خصائص. تمام. كل بروبرتي، كل خاصيه انه قيمه معينه مقابله. فنحن هنيجي نتدرب على الحاجات اللي اخذناها الاثنين لحتى الان. احنا اخذنا الهيدنجز واخذنا الباراجرافز. تمام. يلا اللي هو حاليا لما تيجي داير تاخد اتش تي ام ال، فيلا بتلقى انه في حاجات كتيره متشابهه، وانت بعدين ممكن تعملها بالسي اس اس. فعشان كده انا من هسه عايز اجهزك للسي اس اس، عشان لما تمشي قدام بتلقى في حاجات معموله بالاتش تي ام ال التقليدي، وهي اصلا مفترض تتعمل بالسي اس اس، ما هنشتغل بها كتير. يلا خلونا نبدا وناخد اول خاصيه اللي هو الكلر بتاعت العنصر ذاتها. فهنا هنيجي نتدرب في الحاجات اللي اخذناها قبل كده. مثلا كان عندي شنو؟ كان اخذنا اللي هو الهيدنجز. خلينا نبدا بالاتش 1. الاتش 1 هنا مثلا عندي خلينا نقول ستايلز. تمام. وتاني عندي اللي هو الباراجراف، وحاجة اقول له CSS uses او is used. خلينا نقول is used to style the page. تمام. وارجع كده عشان ادخل في المتصفح بتاعي اللي هو كان page هنا. تمام كده، تمام. طيب، حاجة ابدا بالتنسيقات بتاعي. طبعا في اللي هو طريقه بتاعت التنسيق حاليا هنا نركز معاها طريقه واحده بتاعت الانلاين، لكن لما نجي في الكورس بتاع السي اس اس ان شاء الله هندخل في تفاصيل اكتر في الموضوع ده. هتيجي تكتب هنا ستايل. تمام. زي ما قلنا، بتيجي تدخل هنا وتكتب ستايل. بتيجي تدخل تكتب ستايل. تمام. بعديها هنا زي ما قلنا لك في اربع حاجات نحن هنركز معاها، اللي هو شنو؟ اللي هو الباك جراوند، ده لون بتاعت الخلفيه حقت العنصر بتاع ذاته، الخلفيه او المكان اللي هو قاعد فيها لونه يكون كيف. مثلا اقول له باك جراوند كلر. تمام. لازم تكتبها بالطريقه دي. وهقول له مثلا ريد. طيب. وهرجع للمتصفح هنا، اعمل ريفرش وهلقاها ريد. لو جيت غيرت الباك جراوند هنا وقلت له بلو، ازرق، هرجع وعامل ريفرش وهلقاها بقت بلو. تمام. يلا هنا الخط بتاعت اللي هو العنصر بتاعي او اللون بتاعه لونه بقى اسود، والاسود والازرق الاثنين ما بيجوا سوا، صح؟ اذا انا عايز اغير اللون بتاعه، اللون بتاعت الناس هو ذاته هقول له كلر. تمام. الكلر عايزه كيف؟ عايزه وايت، ابيض. تمام. بحفزه كنترول اس زي ما قلنا، بجي بعمل ريفرش هنا. ولو ما لاحظتوا الكلر هنا بقى اللي هو لونه بقى ابيض والخلفيه عندنا ازرق. في خاصيه ثانيه بنطبقها هنا. مثلا انا والله عايز التكست ده الحجم بتاعه يكون كبير شويه، هقول له فونت سايز. تمام. فونت سايز، قول له لارج، بولد، او اي حاجه حجمه كده هيكون كبير شويه. لما نيجي نعمل ريفرش تلقى انه الحجم بتاعه زاد تلقائي، صح؟ زاد بقى اكبر من قبل شويه. لكن برضه انا والله يا اخي بالرغم انه الحجم كبير واي حاجه، لكن انا عايز اللي هو التكست ده اوديه في محل شويه كده، اوديه في النص او اوديه طرف حاجه، اقول له تكست الاين طوالي. تكست الاين وخليه اقول له سنتر، اوديه نص في النص. التكست بتاعي اللي داير اوديه في النص بيجي يقول له تكست الاين سنتر، وتلقائيا هو بيجي في النص. يلا دي الاربع خصائص انت ممكن تستخدمها وانت شغال اللي هو في ال HTML. تمام.
لغايه ما نصل المرحله بتاعت السي اس اس، فانت بتكون عندك تحكم كامل بالصفحه وكده. دي بس شويه حاجات عشان انت تقدر تستخدمها. هتستخدم اللي هو شويه التنسيقات ده. حاليا عندنا اربع خصائص بس، ما اكتر من كده. ما تركز مع اي حاجه زياده من ده، لانه ده كورس بتاعت اتش تي ام ال فقط، فما تجود راسك بمعلومات كثيره. بس معلومات المهمه انا هنتقيها لك واديك عشان ما تقع في نفس اخطائنا اللي قبل كده ارتكبناها. اتش تي ام ال دي ممكن تخلصها في اسبوعين فقط ما اكتر. هي سهله واصلا هي ما في اي صعوبه، لكن بس لازم تاخد الحاجات المهمه، ما تاخد الحشو اللي فيه كلها. تمام. فانا عندي اهو زي ما اخذنا في الستايلز قلنا دي التنسيقات. تنسيق يعني معناه انا اضيف لمسات جماليه للصفحه. فكان عندي كم حاجه؟ انا عندي كذا حاجه هنا. كان عندي اربع بروبرتيز، عندي اربع خصائص، كل واحد اخذنا لها فاليو، عنده كذا فاليو. تمام. الخاصيه الاولى كانت الباك جراوند كلر، اللي هو اللون الازرق ده. الباك جراوند كلر يعني باك جراوند، اللون بتاعت الخلفيه اللي قاعد فيه النص بتاعي او اي حاجه ثانيه. بعد ذاك تاني اخذنا اللون بتاعت اللي هو النص ذاتها كانت شنو لونه، يا هو اخذنا كان اللون الابيض. بعد ذاك جينا اخذنا الفونت سايز، يعني الحجم بتاعت الخط. انا كنت عايز يبقى قدر شنو، عايز يبقى لارج شويه، فبقت كبيره شويه. بعد ذاك جينا تاني اخذنا اللي هو المواقع بتاعت العنصر. انا كان عايز يبقى في النص، وانا عشان اوضح لكم انه التكست الاين ما بس سنتر براو، وممكن انا اجي اغير من هنا. تقدر تعرف انه مثلا تقول له انت، فبيمشي اخر البتاع اخر الصف. ممكن تقول له انت، ممكن تقول له ستارت، ممكن تقول له سنتر. اللي هو لو قلت له انت فهو بيمشي اخر الصفحه خالص، قلت له ستارت هو بيجي بدايه الصفحه على يدك اليسار. ده لانك انت شغال ليفت تو رايت. لو قلت له سنتر معناه هيتوسط العناصر الاثنين. انتظرونا في الحلقه الجايه وان شاء الله هنيجي نتكلم فيها عن الكوتيشنز. طيب شباب، السلام عليكم. مواصلة لسلسلة حلقاتنا في تطوير تطبيقات الويب، الواجهات الأمامية أو الفرونت إند ابتداء بلغة HTML. في الحلقة الخامسة المدد كان أخذنا الستايلز وقلنا إنها هي بس بتنسق بها اللي هو الصفحة بتاعك. ولحتى الآن أخذنا بس فيها أربع بروبرتيز أساسية وفيها خيم مختلفة. دي مثلا مهمة لكل زول عايز بس ينسق من حسي وكده. فهي ما اديتك لا بالتأكيد اللي هو أصلا CSS، لكن بس مجرد ما تحاول انه تعرفها. ما عملت لك في شكل بقول له شنو هيدر فايل، ولا عملت لك في شكل بقول له شنو فايل منفصل. بس اخذنا اللي هو الطريقه بتاعت الانلاين ستايل ده ووقفنا على كده. حاليا ما تركز معه شديد. وفي الحلقه دي او الحلقه السادسه اللي راح نركز انه ناخد فيها اللي هو الكوتيشنز. تمام. الكوتيشنز ممكن يكون شكل اقتباس، ممكن يكون في شكل abbreviations، ممكن يكون في شكل سايت، ممكن يكون في شكل ادريس. تمام. دي الحاجات يمكن ما هتستخدمها كتير، فبس انا هعرفك بانه في حاجات زي دي موجوده. فهي ما مهمه للدرجه دي باكس، لكن انا اعرفك انه بعض الحاجات مهمه. وفي بعض الحاجات اللي اصلا انت بتقدر تعملها بس سي اس اس، انا هنا ما هركز لك معاها كتير ولا هشرح لك باستفاده شديد، لانه اصلا دي مرحلتها بتجي وانت هتعملها بالسي اس اس، وانا ما عايز اضيع زمانك. قلت تعمل لغه سهله شديد وممكن تتعلمها في اسبوعين بس ما اكتر من كده. فيلا خلونا نبدا باي حاجه. انت اذا عندك مثلا ناس عايز تغطوا بين علامتين حقه الاقتباس ديلك، فانت تجي تستخدم لها اما تكتب كوتيشن كامله، ما بتيجي تكتب لها كيو. خلينا نيجي نعرف الحاجه دي. عندي باراجراف كده. تمام. وعندي كلام عايز احطه في الكوتيشنز. زي ما قلت بستخدم اللي هو تاج كيو، وبحط الكلام اللي عايز احطه. this is tutorials. تمام. واجي للبيج بتاعي، افتحه. هي الكلام قاعد لي بين علامتين تنسيس. طيب عندي مثلا ادرس عايز اكتبه، عنوان بتاعت حاجه، فبجي بكتب اللي هو التاج بي بتاعي. خلينا ناخد جواها ادرس، مثلا جريف ايست. تمام. واجي للبراوزر اشوف الشكل بتاعه كيف. الشكل بتاعت العنوان زي ما بيكتبوها كده، لما تيجي تلقى مكتوب بي او بوكس والحاجات دي، بتيجي تلقى العنوان ده مكتوب كده. وانا زي ما كلمتك حاليا دي حاجات انت ما تركز معاها شديد، لانه اصلا هتعملها بس اس اس. تاني في حاجه برضه اسمها سايت. سايت ده مثلا لما تيجي تلقى فيه مشهد او تيجي تلقى فيه صوره معينه وفي كلام تحته، بيظهر بالطريقه دي. اجي اوريك كيف سايت دي بتظهر لك الكلام زي اللي بتيجي تلقاه في مثلا دعايات بتاعت الافلام وكده. مثلا فيلم، فتيجي هنا تلقاها بالطريقه دي. فتيجي تلقى شفتها زي ما قلت لك نفس اللي هو الشكل بتاعت الناس اللي بتظهر في الافلام. دي الحاجات تعملها بالسي اس اس بعدين. ما فرق الثاني انه كل شيء تقدر تنسخه بالسي اس اس بعدين بغادي بشكل جميل وشكل
واسلوب راقي شويه، فانا ما هضيع لكم زمانكم في الحاجات دي خالص، لكن بس عايز اوريك انه الحاجه دي اصلا بس هي موجوده، لكن ما مهمه شديد. اهم حاجه فيها ممكن تلقى يا حق الكوتيشنز دي، بس ممكن تقدر تستخدمها. وحتى الكوتيشنز دي لانه كثير من الناس ما بتستخدمها، لانه اصلا في حاجه انت بتستخدمها بدله. مثلا لو جيت قلت البي هنا، او لو جيت قلت بي، ده التاج بي، وتاني عندي مثلا حاستخدم الحاجه دي. اذا جيت شفتها فبتظهر لي، فمعظم الناس بتستخدم التنسيق ده عوضا عن الحاجه دي، لكن الكوتيشن برضه مهمه شديد. عشان كده قلت لكم يمكن ده اهم حاجه في الدرس كلها، البقيه ما مهمات شديد. ولغايه هنا يمكن خلصنا، وزي ما وريتك انه انا ما هملاك حشو ساكت بتاعت معلومات، في حاجات انت ما بتحتاجها هنا خالص، فانا ما هقعد يعني املاك حشو بتاعت معلومات فقط. فعشان كده انت عشان كده زي ما قلنا بس هديك الحاجات المهمه في اللغه وانت هتستخدمها، هتتعلمها كبيزكس عشان اللي بعدين لانه ما بتتعمل بالسي اس اس خالص، فهتاخدها هنا ان شاء الله. اما اي حاجه بتتعمل بالسي اس اس فانا ما هضيع لك في زمن هنا خالص، وانتظرونا في الحلقه الجايه ان شاء الله هندرس حاجه مختلفه. دمتم في امان الله.